مرحبا شباب، كيف الحال؟ أتمنى تكونوا بخير. اليوم معي جهاز الشاومي ريدمي نوت 10 الإصدار العاشر من فئة ريدمي، واللي بصراحة وبعد فترة من الاستخدام فيني أقول بكل ثقة إنه هذا الجهاز هو أفضل هاتف فيك تشتريه بهذا السعر من دون منازع وعلى الإطلاق. يلا خلينا نتعرف عليه أكثر. بداية مع التصميم، الجهاز محمي من الأمام بزجاج من نوع غوريلا جلاس 5 المقاوم للكسر والخدوش بدرجة عالية، لكن من الظهر فهو مصنوع من البلاستيك اللي معالج بشكل جيد لحتى يظهر كأنه زجاج. كذلك الشيء اللي اكتشفته إنه الإطار الخاص بالجهاز من البلاستيك أيضا. كمصنعية الجهاز ممتاز، ما تحس بأي شيء رخيص أو ما تحس بأي شيء ما هو متماسك في الهيكل الخاص بالجهاز، يعني تصميم يونيبادي أو تصميم موحد ومتماسك بشكل ممتاز. بالنسبة للون اللي عندي فهو اللون الأسود، لكن فيه لمعان من الأزرق الجميل للغاية خصوصا مع انعكاس الضوء. كذلك في خيارات أخرى من الألوان مثل الأخضر والأبيض وفي هذا اللون اللي عندي. الآن خلينا نتكلم عن المنافذ. بالنسبة للمنافذ ففي العديد من المنافذ صراحة اللي لازم نتكلم عنها. أولا بالأسفل في منفذ اليو اس بي تايب سي اللي يشحن منه الهاتف واللي يدعم الشحن السريع، وراح أتكلم عن هذا الشيء بعدين. كذلك منفذ للسماعات والميكروفون. بالأعلى في منفذ التحكم بالأشعة فوق الحمراء اللي يعني فيك تخلي الجهاز كأنه ريموت كنترول، وكذلك في ميكروفون آخر بالأعلى ومنفذ للسماعات آخر بأعلى الجهاز. نعم، وخلينا نتكلم عن سماعات الجهاز اللي هي ستيريو. مثل ما سمعت هذا الجهاز فيه سماعات ستيريو، واحدة بالأسفل والأخرى بالأعلى، يعني سماعات أخرى بالأعلى منفصلة عن سماعات المكالمات اللي أغلب الأجهزة حتى الأجهزة الرائدة هي اللي تسوي هذه الطريقة، تحط السماعات الخاصة بالمكالمات هي نفسها سماعة الستيريو. لكن لا، شاومي حاطة 3 سبيكرات أو 3 سماعات، واحدة بالأسفل الأخرى بالأعلى لحتى يعطيك صوت ستيريو، وسماعة المكالمات بالأعلى بأعلى الشاشة منفصلة لحالها، وهذا الشيء رهيب للغاية. ولما نتكلم عن الصوت فصوت الجهاز خرافي حرفيا، يعني ستيريو. البيس والترابل فيه ممتازين للغاية من ناحية الموسيقى، من ناحية ألعاب، شيء خرافي رهيب للغاية خصوصا على هذا السعر. وأنا صراحة انصدمت بأنه صوت الجهاز ممتاز جيد للغاية صراحة. الآن بالنسبة للشاشة اللي راح تشاهد عليها المحتوى اللي راح يعطيك صوت ستيريو، فهي كذلك لا تعليق عليها. فهنا الجزء المرح. الشاشة تجي من نوع أموليد وتغطي شبه الواجهة الأمامية للجهاز، فيها كاميرا على شكل خرم أو ثقب بالأعلى. واللي فاجأ أكثر أنه فعليا حجم الكاميرا الأمامية صغير للغاية كثقب موجود بالشاشة، لأنه لو تعرف حتى الأجهزة الرائدة مثل اللي عند سامسونج مثل سلسلة الاس 21 الكاميرات الأمامية الخاصة بها الثقب الخاص بها يكون كبير نوعا ما وفيك تلاحظه، لكن اللي مسوته شاومي مع سلسلة ريدمي 10 والريدمي 10 اس وريدمي 10 برو فعلا شيء رهيب للغاية. الكاميرا الأمامية صغيرة للغاية بالرغم من هي 13 ميجا بكسل. تردد الشاشة هو 60 هرتز على عكس الريدمي 10 برو اللي يجي ب 120 هرتز. ألوان الشاشة رهيبة للغاية وهذا طبيعي لأنها أموليد، وفيك تعدل على نمط الألوان أو نمط عرض الألوان من خلال الإعدادات. تحط ساتوريتد اللي أنا أفضله صراحة، يعطيك ألوان مشبعة وجميلة للغاية، أو تحط ستاندرد اللي ألوانه أوكي، ألوان عادية ليست فاقعة وليست جميلة وليست يعني ألوان فاقعة للغاية. وكذلك في الوضع المنصوح به اللي هو الأوتو اللي يغير طبيعة الألوان المعروضة على الشاشة حسب البيئة اللي أنت موجود فيها والضوء اللي موجود حول الجهاز. كذلك في خاصية Always On Display الموجودة في هذا الهاتف، فيك تفعلها لو حبيت. الآن في شيء آخر هذه الشاشة الجميلة تعرض لك، وهي الصور اللي تلتقطها بالكاميرا الخاصة بالجهاز. الجهاز اللي عندنا اليوم ريدمي نوت 10 برو يأتي ب4 كاميرات من الخلف، كاميرا أساسية بدقة 48 ميجا بكسل، كاميرا ثانية اللي هي الالترا وايد أو الواسعة جدا بدقة 8 ميجا بكسل، وكاميرتين، واحدة للماكرو واحدة للعمق أو الدبث، كل منهم 2 ميجا بكسل. بالنسبة للكاميرا الأساسية فالصور اللي تطلع منها ممتازة للغاية خاصة في الإضاءة القوية والنهار. الصور فيها تفاصيل جميلة جدا والألوان اللي تطلع من الكاميرا لطيفة وفيها تشبع، يعني فعلا كاميرا مناسبة لصور تنزلها على السوشيال ميديا أو تحتفظ بها كذكرى. ولو حبيت تمشي أبعد بقدرات الكاميرا ففي وضع البرو والنايت مود اللي يطلع لك صور ممتازة في الإضاءة المنخفضة خصوصا مع فتحة العدسة اللي تعتبر كبيرة نوعا ما اللي هي f1.8. العدسة الواسعة جودتها أوكي وفي حدة وألوان جيدة، لكن في الإضاءة المنخفضة تطيح الجودة بشكل ملحوظ وتقريبا يصير ما فيك تعتمد عليها. كاميرا سيلفي بدقة 13 ميجا بكسل مثل ما قلت سابقا، والصور اللي تطلع منها خصوصا في الإضاءة اللي تكون مناسبة جدا ممتازة للغاية. مع الإضاءة المنخفضة تلاحظ في نويز جليتشي، أشياء عادية تصير مع كاميرات الأجهزة المتوسطة. لكن من ناحية سيستم الكاميرات أنا أشوف إنه هذا الجهاز يكفي ويوفي، وفيه كاميرات رهيبة للغاية تطلع لك صور ممتازة
مانك بروفيشنال فوتوغرافر لحتى تدقق عليها. يعني لو تحط حتى كاميرا جهاز رائد ما راح تلاحظ هذا الشيء لما نتكلم عن الإضاءة المرتفعة. لا، خلينا نتكلم عن أداء الجهاز، لأنه هذا الشيء أو الجزء المشوق للغاية. هذا الهاتف يأتي بمعالج سناب دراجون 678، والنسخة اللي عندي 4 جيجا بايت رام، وفي خيار 6 جيجا بايت رام. كذلك ذاكرة التخزين عندي هي 128 جيجا. كذلك معالج الرسوميات هو الأدرينو 612. وخليني أقولها من الآخر يعني بفضل هذا المعالج ثماني الأنوية، فأداء الجهاز شيء خرافي للغاية. يعني خرافي، كثير من الألف في كلمة خرافي. وفعلا أنا شخصيا لم أتوقع هذا. يعني كألعاب أو استخدام مكثف الجهاز راح يعطيك أداء ممتاز، بل أحيانا يتجاوز متطلباتك بكثير. أداء الجهاز رهيب للغاية، أما من ناحية الألعاب حتى الألعاب الثقيلة للغاية، مثلا ببجي، أسفلت 8، أسفلت 9 اكستريم، كل هذه الألعاب راح تشتغل معك بجرافيك ممتاز بفضل الجي بي يو اللي هو الأدرينو 612، اللي يعتبر جي بي يو ممتاز للغاية من دون ما يتشكل جهاز بتاتا. بالنسبة للحرارة فجسم الجهاز مصنوع من البلاستيك، وهذا الشيء يساعد على توزيع الحرارة على جسم الجهاز بالكامل، مو مثل الزجاج اللي احيانا يصير يلسع. الانيميشن في الجهاز سلسه للغايه بفضل الميو اي 12.5 اللي تحسن بشكل كبير عن الاجيال السابقه، الامر اللي يخلي واجهه شاومي سلسه للغايه ورهيبه. الجهاز فيه قارئ بصمه مدمج مع زر التشغيل، وكذلك ميزه الفتح بالوجه. الان بطاريه الجهاز هي بسعه 5000 ملي امبير، ومع الشاشه الاموليد اللي المفروض تقتصد في الطاقه، اداء البطاريه خليني اقول لك من الاخر، كذلك كل شيء من الاخر معي في هذا الفيديو ممتاز. اداء البطاريه ممتاز للغايه، يعطيك يوم كامل لو كان استخدامك استخدام عادي انستغرام فيسبوك، فتأكد يعني راح يعطيك يوم بالمرتاح. لو كان استخدامك ثقيل للغاية فالجهاز راح يكفي معك اليوم كذلك. وفي شيء لاحظته مع الجهاز انه مثلا اول ايام الجهاز راح يتعود عليك، فاداء البطاريه ما راح يكون بيرفكت وما راح يكون ممتاز للغايه، راح يستهلك بطاريه في اليوم الاول الثاني الثالث، وهذا شيء طبيعي مدمج في واجهه شاومي، وهو عباره عن انه الجهاز يتعود على استخدامك وطريقه استخدامك وكيفيه استخدامك للجهاز، وبالتالي يوبتمايزي او يخلي البطاريه وادائها يتناسب مع استخدامك، وبعدها بوم تحصل على بطارية رهيبة للغاية بسعة 5000 ملي أمبير. وحتى لو كنت إنسان يعني ثقيل أثناء استخدامك في الهواتف مثل حالتي، ما ترحم الجهاز بتاتا وخليت البطارية تنتهي في وسط النهار مثلا وانت مشغول ولازم تشحن الجهاز، في عندك شاحن يجي في العلبة، وركز على هذه النقطة، شاحن سريع 33 واط. نعم، ما سمعتني غلط، الشاحن بقوة 33 واط، يجي في العلبة، حجم الشاحن كبير للغاية، ويو اس بي تايب سي، فيه اكسنت باللون الاحمر رهيبة للغاية. ولو ما انك عارف كمية هذا الشيء، يعني كم هذا الشيء رهيب للغاية، خصوصا انه هذا الشاحن الغالي بأداء عالي جدا موجود في العلبة بشكل مجاني، يعني دفعت عليه فلوس، فخليني اقول لك انه هذا الشاحن يشحن لك الجهاز من 0 الى 50% في اقل من نصف ساعة، تقريبا 20 دقيقة او حتى اقل. شيء رهيب للغاية، يعني تقريبا اقل من ساعة، 45 دقيقة او الى 50 دقيقة الجهاز يشحن من 0 الى 100%، وهذا شيء واو صراحة. شاومي برافو، هاي تصفيقة مني. فعلا هذا الشيء اللي سويتوه رهيب للغاية. كل سلسلة شاومي ريدمي 10 موجود فيها شاحن 33 واط. يا جماعة 33 واط، الأجهزة الرائدة تحط لك شاحن 15 واط 25 واط، شيء رهيب للغاية، يعني واو فعلا برافو شاومي. أول ما فتحت العلبة قريت على الملصق الخاص بالهاتف إنه يدعم الشحن 33 واط، قلت واو شيء رهيب. لكن أول ما نظرت للشاحن قلت ويت وات، هل هذا فعلا شاحن سريع؟ وأنا يتخيل لي، ومسكت الشاحن واكتشفت إنه 33 واط. يلا هو فعلا شيء رهيب للغاية، يعني شاومي أبدعت بالنهاية. الآن بالنهاية أو تلخيص لهذا الفيديو، بعد استخدامي لفترة بسيطة لهذا الجهاز فيني أقول بكل ثقة لو عندك بادجت من 200 إلى 250 دولار أو أقل، أنا أنصحك وبشدة أنك تشتري هذا الجهاز. وفي كذلك خيارات أخرى، مثلا الريدمي نوت 10 اس والريدمي نوت 10 برو اللي هو لازم فيديو مفصل عليه صراحة، لازم اني اجيب هذاك الجهاز اسوي عليه فيديو لانه فعلا جهاز رهيب للغاية. لكن بالنهاية لو تيجي عند رأيي، هذا الجهاز رهيب للغاية، راح يكفي احتياجاتك يعني وبزيادة. فعلا انصح به وبشدة. لو حابين اسوي عليه فيديو يعني بعد ما اجربه 3 اشهر او اكثر، مثل ما اسوي مع الريفيوات اللي سويتها على القناة سابقا، علموني بالتعليقات بالاسفل. تعبت من الكلام. اوكي لحظة، خليني اجمع الانرجي.
اوكي شباب، بنهاية اتمنى هذا الريفيو نال اعجابكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة. لو عجبك هذا الفيديو شاركه مع اصدقائك او شاركه مع صديق ليك حاب انك تنصحه بجهاز حاب انه هو يشتريه او يغير جهازه القديم. انا شخصيا استخدمت الريدمي نوت 8 لفترة طويلة صراحة، ولما جبت هذا الجهاز وحطيتهم جنب لجنب ادركت انه فعلا شاومي مع سلسلة ريدمي مسوية مجهود كبير للغاية تشكر عليه صراحة. يعني هذه الحق يقال، وهذه شهادة أنا أقدمها أمام الجميع، أمام أي شخص يشاهد هذا الفيديو. شاومي مع سلسلة الريدمي نوت فعلا شاومي برافو، أبدعتي فعلا. مرة ثانية أتمنى هذا الفيديو يعجبكم. اشتركوا بالقناة، تابعوا الفيديوهات، واحد على اليمين واحد على اليسار. نلتقي في فيديو قادم. اشتري التيشيرت الخاص بك من المتجر الخاص بنا بالأسفل في صندوق الوصف. حافظوا على صحتكم، هذا أهم شيء حاليا في هذا الوقت. نلتقي في فيديو قادم. سلام.